السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، سعد الله وليلتكم بكل خير. نحن يوم السبت 27 شتنبر 2029. دعونا نتطرق إلى الجرعة. ما معنى الجرعة؟ قبل أن نطرحها مع الوالد. بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، السميع العليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارحمنا برحمة واسعة، اللهم اجعل قبره وروضا من رياض الجنة، اللهم نعمه في قبره وبرزخه، اللهم ادخله جنتك بغير حساب ولا سابق. اللهم لا تحرمه النظر الى وجهك الكريم، اللهم اسقيه شربة لا يظمأ بها ابدا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمه وارحم الوالدين ديالو، الاخوان ديالو، الاخوات، والابناء ديالهم والبنات ديالهم، انك على كل شيء قدير. على بركة الله نبدا. الجرأة هي صفة نفسية وروحانية تتمثل في الثبات والقوة والشجاعة والإقدام على المخاطر والتحديات، وتظهر استعدادا لمواجهة المواقف الصعبة دون خوف. لكن الجرأة تختلف عن الوقاحة، فالأولى تعبر عن الشجاعة والمبادرة الإيجابية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف دون الإضرار بالآخرين، بينما الثانية هي سلوك خارج عن الحدود الأخلاقية والأدبية. إذا معنى الجرأة: الشجاعة والإقدام. الجرأة تعني القدرة على الإقدام على الأشياء التي يخشاها الآخرون، سواء كانت مخاطر أو تحديات. الثبات عند المخاوف. يعرف الجرجاني الجرأة بأنها ثبات القلب عند المخاوف والاستهانة بالموت. الثقة بالنفس. هي تعبر الجرأة عن شخصية واثقة بنفسها ولديه روح المبادرة والشجاعة. عدم الخوف هو الشخص الجريء يظهر في سلوكه لأنه لا يعرف الخوف ومستعد للمخاطرة. الفرق بين الجرأة والوقاحة: الجرأة تتسم بالإيجابية، تدفعه إلى الإقدام دون إضرار بالنفس أو الآخرين، وتتطلب الشجاعة وقيادة لتحقيق الأهداف. الوقاحة هي تجاوز حدود الآداب والأخلاق وعدم الاكتراث بمشاعر الآخرين، فالشخص الجريء يتصرف بآداب ويحترم الآخرين، بينما الوقاح يتصرف دون اعتبار لهذه الأمور. إذن كيف نتعلم الجرأة؟ التعلم من الأخطاء. يجب مواجهة الأخطاء وعدم الوقوف عندها والنهوض مجددا لتحقيق الأهداف. ممارسة الشجاعة. تعزيز الشجاعة في النفس وممارستها باستمرار تساعد على تحرير الشخص تدريجيا من الخجل. قول لا. يعتبر قول لا في المواقف التي تتطلب ذلك جرأة كبيرة وتسمح للفرد بالاهتمام بنفسه وتحقيق أحلامه. طلب المساعدة من الآخرين يعكس قوة الشجاعة وروح القيادة ويساهم في تحقيق الأهداف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. يا حي يا قيوم